وانظر رعاك الله كيف تظهر آثار علاقة الأخيار ببعضهم حتى على الكفار. تقول السير والأخبار: 2 اجتمعا وتحابا في الله، وأثمرت هذه المحبة تنافسا على طاعة الله، فما صلى هذا تطوعا إلا صلى ذاك، وما بدل هذا إلا بدل ذاك، وما صنع هذا معروفا إلا صنع ذاك. وهذه هي ثمرات المحبة الحقيقية. طرقوا أبواب الخير كلها، وبدأت نفوسهم تحدثهم في نيل الشهادة والفوز بالاستشهاد. فلما سمع منادي يا خيل الله اركبي حتى تسارعا وتسابقا، كل يريد الفوز بالشهادة قبل صاحبه. هناك في أرض القتال، في أرض العزة، أظهر من الصبر والجلد والتضحية والإيثار ما يعجز الكلام عن وصفه. الذي حدث: قتل أحدهم ووقع الآخر في الأسر، فإذا بالكافر يقول للمأسور وهو مقيد في أسره: لقد رأيت منكم اليوم منظرا عجيبا. فقال المأسور: وما هو؟ فقال الكافر: لقد ضربت أحدكم برمحي من ظهره وهو لا يدري، فخرج رمحي من صدره، فجلس على ركبتيه والدم يسيل من صدره، وأخذ يجمع الدم بكفيه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فما هذا الفوز؟ يقول الكافر: فما هذا الفوز؟ فقال المأسور: وما هي أوصاف ذاك الرجل؟ فقال الكافر: أوصافه كذا وكذا، فإذا هو صاحبه الذي يحبه في الله. فأخذ المأسور يبكي بكاء شديدا ويقول: فاز ورب الكعبة، فاز ورب الكعبة. فتعجب الكافر من بكائه وقال: وأنت ما الذي يبكيك؟ فقال المأسور باكيا: هذا صاحبي، هذا صاحبي ورفيق دربي، اجتمعنا أنا وإياه على محبة الله، وتنافسنا أنا وإياه على طاعة الله، فكانت أمنية كل واحد منا أن ينال الشهادة قبل صاحبه، فلقد نالها وفاز ورب الكعبة، فاز ورب الكعبة. فقال الكافر متأثرا: إن دينا يحمل أصحابه لبعضهم هذه المحبة وهذا الشعور ويولد بينهم هذه المنافسة، والله إنه لدين حق. إن دينا يحمل أصحابه لبعضهم هذه المحبة وهذا الشعور ويولد بينهم هذه المنافسة، والله إنه لدين حق. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. هذا هو ديننا، وهكذا كانت علاقاتنا، وهكذا كان أثرنا على الكفار. نحب ونعطي لله، ونبغض لله، ونمنع لله، لأن حياتنا من الله وإلى الله. وهل انتشر الإسلام في أكثر بقاع الأرض إلا بأخلاق المسلمين؟ وهل انتشر الإسلام في أكثر بقاع الأرض إلا بأخلاق المسلمين؟